كنت قاعد بسكرول على الفيسبوك كده، لقيت ان في خبر ان هم لسه لاقيين واحد تايه في البحر، والشخص ده كان رايح من المكسيك لمدينه فرنسيه بالمركب بتاعته، وهو بقى فضل تايه في البحر الهادي لمده 3 شهور هو والكلب بتاعه. وبسبب يعني ان جت عاصفه بوظت كل جهات الاتصال اللي كانت معاه، لحد ما في سفينه صيد كده شافته وانقذته. Okay, can I get your name please? Tim Shaddock. Okay, where are you I'm from? from Australia. بس الغريب في الموضوع ايه بقى، انهم لما جم ينقذوا الراجل ده كان الراجل هادي قوي وبيتكلم كده اللي هو عادي، يعني كانه واقف تحت بيته مش تايه في البحر، لدرجه ان الناس اللي كانوا بيحاولوا ينقذوه حسوا ان هو غريب شويه، وكانوا قلقانين منه شويه ان هو يكون شخص خطر يعني او في حاجه. فقبل ما يطلعوه او يعملوا اي حاجه، المسعف ساله قال له انت معاك اي اسلحه على المركب بتاعتك؟ قال له لا. قال له انت متاكد انك معكش حاجه؟ قال له اه متاكد. Hi, my name is Andres. We need to know if you have any drugs or weapons on board. No, I have no drugs or weapons. Are you sure? I'm sure, yeah. وبرضه لما جم كشفوا على الراجل لقوه ان هو مش بيعاني من اي امراض ولا حصل له اي حاجه، والدنيا تمام التمام. وحتى بقى لما هو رجع كان طالع عادي وبيضحك والدنيا بيس عادي، يعني فاهم، مفيش حاجه، مفيش مشكله، كانه كان في رحله مش واحد تاه في البحر. ولما سالوه انت ازاي عادي كده وهادي، يعني انت ايه الهدوء اللي انت فيه ده، كان رده غريب شويه. قال ان هو رغم الظروف اللي هو اتعرض ليها كان لازم يحافظ على ايجابيته وانه ما يخافش، يعني ان هو يتعايش مع الوضع يعني بمعنى صح، وان هو اساسا شخص هادي، وان هو كان حاسس ان هو هيرجع لبيته عادي. ولخص كل الكلام اللي انا قلته لك ده وقال تيك ات ايزي، يعني يا جماعه الدنيا سهله مفيش مشكله، فاهم. I'm pretty quiet about stuff, you know. I'm just I eventually get home, of course, and just take it easy. طيب بعيدا ان القصه دي الناس قالت ان هي قريبه شويه من الفيلم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، بس تعالى اسالك سؤال كده هو جه في دماغي. يعني تفتكر في حد دلوقتي في الوقت اللي انا بتكلم فيه ده ممكن يكون تاه في البحر او تاه على جزيره مثلا، وبرضه مفيش حد عارف عنه حاجه، وان هو نفسه يروح لبيته، ونفس القصه دي كده ممكن صح؟ الفكره انك عمرك ما هتعيش او هتجرب التجربه دي غير لما تعيشها بجد، وهيبقى اخرك تسمع عنها او بالكتير قوي هتشوفها في الافلام. بس عارف من قصه الراجل اللي انا لسه حكيها لك دي ان دايما الحاجه اللي بتخلي الشخص اللي تاه يرجع لبيته او يخرج من الازمه يعني اللي هو فيها عموما هي حاجه واحده بس. السر يا إخواني هو شيء اسمه التأقلم أو التكيف. تمام حبيبي اللي وحشني اللي هيعمل لايك للفيديو وكده كده. انا فاهم ان انت عامل سبسكرايب، فانا عارف مش هقول لك اعمل سبسكرايب، خلاص تمام ماشي. عموما ده تاني فيديو من سلسله انت متاكد انك شفت. بتكلم في السلسله دي عن تفاصيل في الافلام اعتقد انك هتحب تسمعها يعني، فلو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب. ماشي نبدا. خلينا افكرك كده بقصه الفيلم عشان لو انت ناسيها ولا حاجه. الفيلم بيتكلم عن واحد اسمه نونال شغال في شركه شحن، وبيبقى عنده سفريه مهمه كده لماليزيا تبع الشغل، وهو مسافر الطياره بتقع بيه بسبب عاصفه شديده، وبيصحى بعدها بيلاقي نفسه لوحده على الجزيره. وبمرور الوقت بقى بيصاب بالاكتئاب بسبب وحدته وصعوبه خروجه من الجزيره، وبتعدي السنين بقى وبيبدا يتاقلم نونالد مع حياته الجديده، وبيمسك في امل انه يرجع لحياته ويخرج من الجزيره. حلو قوي. تعالى نبدا بقى الكلام عن ذكاء المخرج اللي هيخليك تخش في دوامه من المشاعر طول احداث الفيلم، وده بسبب ان المخرج عايزك طول ما انت بتتفرج منغمس مع توم هانكس في الاحداث. يعني هو عايز لو البطل متعصب انت كمان تحس بالعصبيه، لو البطل حاسس بالوحده انت كمان تشعر معاه باحساس الوحده. هو حرفيا عايزك تشارك البطل احداث الفيلم كانك انت اللي في الفيلم. Look what I have created! I have made fire! تقول لي ازاي يا عم عبد الله؟ اقول لك ركز معايا بقى عشان الكلام اللي جاي ده محتاج تركيز قوي. المخرج بيخليك تعدي طول الفيلم على 6 مراحل من المشاعر، والمشاعر دي انت بتحسها على مراحل متباعده خلال الفيلم. وبدا المخرج باول مرحله في الفيلم بانه يوصل لك احساس الشعور بالحب والخيانه والانفصال. تمام نبدا بيه. يعني مثلا في بدايه الفيلم كده وانت لسه بتتفرج، الكاميرا كانت ماشيه مع عربيه موظف في شركه فيديكس بزاويه كده كانها بتبص من فوق العربيه، لحد ما بتعدي على اسم المزرعه اللي اسمها ديك وبيتنا. وخليك فاكر اللقطه دي عشان هقول لك على فكرتها قدام. وفي المزرعه دي ست بتوصل بريد لجوزها اللي عاش في روسيا، وهتلاقي على الطرد ده علامه فراشه، وخليك برضو فاكر العلامه دي ما تنساش عشان هحتاجها برضو قدام. وهنا اول مرحله عاديه بتظهر لك اللي هي مرحله الحب، اللي هو فكره ان واحده بتوصل بريد لجوزها عايش في روسيا، حب فاهم. ولما بتمشي احداث الفيلم شويه كده والبريد بيوصل لجوزها اللي في روسيا، بنكتشف انه بيخونها مع واحده ثانيه، وهنا بيوصل لك شعور الخيانه، ودي المرحله الثانيه. طيب تقول لي القصه دي حلوه يا عبد الله، جميله قوي فعلا، بس انا استفدت ايه؟ اقول لك ان مش هقول لك بقى على الفكره من الموضوع عشان لسه في مرحله ثالثه وانت قطعتني. تقول لي انجز يا عم، اقول لك خلاص ماشي. المخرج بيهيئ لك فكره الحب والخيانه، ولو تفتكر الحته دي اللي قلت لك خليك فاكرها، بص بقى في اخر الفيلم خالص بعد ما توم هانكس خرج اصلا من الجزيره، يعني هو بكلمك في اخر الفيلم خالص، بنلاقيه وهو داخل نفس المزرعه بس اسم ديك مش موجود على اللوحه اللي كانت على المزرعه. وهنا المخرج بيفهمك ان الست شالت اسم جوزها عشان اكتشفت انه بيخونها في روسيا، ودي المرحله الثالثه الانفصال. طيب وايه علاقه الست وجوزها اللي في روسيا بتوم وحبيبته والكلام ده؟ ان ده نفس اللي حصل مع توم، برضه هو كان بيحب حبيبته وفاكر انها بتحبه، ودي مرحله الحب، والشك بان كذا مره بالذات في ضحكتها لما هي كانت بتشوفه. يعني هو هنا كان عامل لها مفاجاه.
وبرضه هو ما كانش يعرف انها بتخونه، وده اتفسر في اخر الفيلم انها كانت بتخونه مع دكتور الاسنان. Well, they don't remember me. I actually did root canal on you about 5 years ago. I'm Kelly's husband. وعشان كده كان طول الفيلم ضرسه وجعه، فالمخرج كان جايب حوار ضرسه اللي هو موضوع رمزي عن الخيانه وكده. وتالت مرحله اللي هي الانفصال، لما هي سابته وما استنتهوش واتجوزت دكتور الاسنان وخلفت منه. What's your daughter's name? Katie? ودي كانت اخر مرحله اللي هي الانفصال، وكانت 3 مراحل اتعملوا بس بشكل غير مباشر، يعني هو وراهم لك بس بشكل غير مباشر. والفيديو خلي بالك هيبقى حلو قوي بقى من اول هنا، فركز معايا. نيجي للمرحله الرابعه اللي هي الانكار. لو تفتكر توم بعد ما نزل من الطياره واللي هو الحادثه وكده، ما كانش قادر يصدق الفكره ولا الصدمه اللي هو فيها، اللي هو انا بجد على جزيره ومفيش حد هيلحقني. وده بان قوي لما قعد يصرخ وينادي على اي حد ويقول حد هنا، وهو متاكد ان مفيش حد. Anybody! Anybody! Help! Help! وبرضه لما قام وخد العوامه وحاول يخرج من الجزيره، في محاوله كانت واضحه جدا انها تكون محاوله فاشله، لكن هو خلاص مش عايز يصدق فكره ان هو خلاص اتحبس في الجزيره. وفي الاخر المحاوله انتهت بالفشل ورجع رجليه متعوره. وهنا المخرج كان عايزك تحس معاه الاحساس ان هو نفسيا مكسور، اللي هو خلاص هو واضح ان مفيش امل. وبعدها بنيجي للمرحله الخامسه الغضب، واللي فيها خلاص كل مشاعر الانكار اللي كانت عند توم راح. وده بان فين بقى؟ لما هو جه يفتح الطرود اللي كانت موجوده على الطياره والموج جه على الشط. ساعتها بتحس ان هو تمام، انا في امر واقع. وبرضه هنا بيبقى في نقطه فاصله في الفيلم شويه، عشان دلوقتي هيظهر بطل جديد وهو ويلسون الكوره، واللي حرفيا هيكون ليه دور كبير قوي في الفيلم، واللي علاقته بدات مع توم لما هو كان بيعمل النار واتعصب عليه، وبعدها هو اتعور في ايده وقام واخده رميه. ولما هو بقى راح جاب ويلسون وحاول يولع النار تاني، المخرج جاب اللقطة بشكل وزاوية تخليك تحس ان ويلسون بيتريق عليه او بيسخر منه، وتوم كان بيبص له كده اللي هو نعم انت عايز ايه. ومن هنا بقى انت كمتفرج بدأت تحس ان ويلسون ليه دور حقيقي زيه زي توم هانكس بالظبط. وعشان انا قلت لك ان حبيبة توم نسيته خلاص، بس هو لسه منسيش. She's much prettier in real life. هنا بقى بيبدأ ان هو يعمل لنفسه عملية بسيطة بان يشيل اخر حاجة كانت بتألمه وهي ضرسه. ومن اول هنا بقى خلاص الاتنين نسيوا بعض، بس هو لسه عنده امل يرجع لحياته وليها عموما، بس هو خلاص يعني مفيش ألم. وبعدها بيغمى عليه وبنخش على مرحلة جديدة في الفيلم وهي التكيف. وهنا بيظهر قد ايه هو عرف يتاقلم مع الوضع. وعموما المرحله دي المخرج بيهيئها لك من بدري شويه، من اول لما هو حاول يولع النار، ولما دخل عاش في الكهف، ولما اتعور وهو بيحاول يهرب من الجزيره وقام لف حوالين رجليه زي لبس كده او حته قماش. ده كله بيحاول يوصلك لمرحله ان هو بينضج وان هو بيتعايش مع الوضع لحد ما يشوف حل. وفي وسط بقى كل الكلام ده المخرج ما كانش عايزك تنسى ويلسون، اللي هيساعد قوي في انك تحس احساس الوحده اللي توم كان حاسسها طول ما هو في الجزيره. بس في حاجه بقى، ازاي المخرج يخليك تحس ان في كوره بتمثل؟ الموضوع تحسه صعب شويه صح؟ عشان كده بقى توم بيكلم الكرة كل شويه بيتناقش معاها لدرجه تخليك انت كمشاهد تحس ان الكرة دي حاجه حقيقيه. هو هيأ لك الموضوع من بدري. وفكره اصلا ان مفيش حد بيظهر في الكادر كله غير توم والكوره، ده بيخليك تشعر شعور اجباري كده ان الكوره حقيقيه، عشان انت كمشاهد ما تحسش بالملل وتحبها في نفس الوقت، عشان ده الصاحب الوحيد اللي معاه في الجزيره. انا عايز اقولك ان المخرج شغال من بدري قوي على فكره ان انت تحس اي احساس توم بيحسه، واي قرار هو بياخده انت لازم تحس بيه معاه وكانك في الفيلم بالظبط. انا عايز اقولك ان هم كانوا بيحطوا صوت الطبيعه زي ما هو كده من غير اي تدخل منهم، عشان بس انت تحس بالجو والمكان. تخيل لو انت بتتفرج على الفيلم ده في سينما، حرفيا انت تحس ان انت اللي على الجزيره مش الممثل. تمام، انت خلاص صدقت ان الكوره دي حاجه حقيقيه بس ناقص حاجه، ناقص انك تحب الكوره وتتعاطف معاها بنفس مستوى تعاطفك مع توم. وعشان المخرج يخليك تحس الاحساس ده كان لازم حاجه تحصل، مشهد حزين احنا دايما بنحب كده. ازاي بقى؟ عمل خناقه ما بين توم وويلسون وانت تلقائيا بقى بعد المشهد ده هتقول جواك ايه؟ ليه عملت كده؟ هو ما عملكش حاجه، ده كان صاحبك الوحيد. وده هو اللي عمله توم لما راح جابه واعتذر. ساعتها انت فرحت، بس بتيجي حاجه تانية وكانت الحاجه دي حزينه جدا. لما توم كان بيحاول يطلع من الجزيره على المركب اللي هو عملها، بس للاسف
ويلسون وقع منه وبدأ يبعد عنه في محاولة من توم جبارة ان هو يجيب صاحبه، لكن معرفش. وبتنتهي اللقطة وهو بيودع صاحبه وبيقول له انا اسف اني معرفتش اجيبك، وبيعيط لوحده على المركب. Wilson! Wilson! I'm sorry, Wilson! وهنا بقى هو حرفيا ما عيطش لوحده، ناس كتير قوي من اللي كانت بتتفرج على الفيلم عيطت معاه. وهنا بتوضح لك شويه الصوره ان ويلسون ما كانش حقيقي، وان دي كانت اخر حاجه من حياه توم، ولازم للاسف الجزء ده من حياه توم يروح وما يرجعش معاه، لان هو محتاج يرجع للعالم الحقيقي عشان هم خلاص هيلاقوه وهيبدا حياه جديده من غير اي شيء في الماضي. وبنيجي بقى لاخر جزء في الفيلم وهو بيوصل الطرد اللي كان معاه، والطرد ده كان بالمناسبه عليه علامه الفراشه، وهو ده الطرد الوحيد اللي هو ما فتحوش على الجزيره وكان محتفظ بيه على امل ان هو هيرجعه لصاحبه سليم. وعلامه الفراشه دي كانت علامه الامل كلها في الفيلم، يعني اي حته هتلاقي فيها فراشه دي كانت الامل بالنسبه لتوم. توم هانكس عشان يعمل الفيلم ده اخد افكار كتير قوي من ناس حقيقيين تاهوا في جزيره والبحر والصحراء وكده، وده اللي خلى تمثيله حقيقي، يعني بان ان هو حقيقي قوي. وبرده الفيلم عشان كان على جزيره وهو كان على جزيره حقيقيه وكده، فكان هم ما بيعرفوش يتعاملوا مع الطبيعه بقى زي الرياح والعواصف والكلام ده. فالفيلم اتصور على سنتين، نص في السنه الاولى ونص في السنه الثانيه. وخلال بقى السنه اللي في النص دي توم هانكس ساب شعره يطول ودقنه وخس حوالي 20 كيلو عشان شكله يبقى حقيقي لما هو اغمى عليه وصحي بعد 4 سنين في الفيلم. والله انا مش عارف اصلا ازاي الناس دي بتخس بسهوله كده، انا بقالي 3 شهور مش عارف اخس 4 كيلو بس كده. انا كده فنطت لك الفيلم كله يعني المفروض. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، واعمل لي اد على الفيس لو حابب نبقى اصحاب هناك، وده الانستجرام بتاعي هبدا انزل هناك ريلز هتعجبك، ابقى اعمل لي فولو. بس كده، كان معاك عبد الله. سلام.